السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آمين. ازيكم حبايب اخواتي في الله؟ آمين يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هقول لكم على 10 أفكار هتريحك ان شاء الله في بيتك. حاجات كده تساعدك في التنظيف، بما ان خلاص بقى داخل علينا العيد وكده هتسهل عليكي في التنظيف وهتساعدك كمان في التنظيف في البيت. تابعيني وان شاء الله تستفادي. اول فكره معانا، والفكره دي حصري محدش عملها قبل كده على اليوتيوب. الوبر او الشعر اللي زي كده، دي سجادتين عندي غسلتهم سوا. عملوا ده سجاده عادي ودي سجاده شعر. طلعت الشعر عليها وطبعا وبرت وبهدلت الدنيا. السجاده دي هاجي اعملها بالمكنسه اللي بتاع ده. الشعر ده هيلف على المكنسه على الفرشه بتاعتها. هعملها بالمقشه هيلف برضو على على المقشه وهيبقى رخم. هعمله باللمامه دي برضه هيلف عليها وعلى البكره بتاعتها. طب هعمله بايدي مثلا هيبقى متعب، فانا هقولك على حاجه تعمليها بسرعه بسرعه ومش هتاخد معاكي وقت. هتجيبي شوكه الطعام. الشوكه دي هتبداي تعملي بيها كده كده بسرعه اهو. بصوا هتلاقوه بيتلم معاكي اهو. اهو بصوا بتجمع ازاي. هتعملي في اتجاه السجاده اهو كده. بصوا في اتجاه السجادة، مش تعملي عكس الاتجاه. يعني شوفي فروة السجادة رايحة فين وتعملي معاها يعني كده. شوفي كده ولا كده. لان لو عملتي في عكس اتجاه الفرو بتاع السجادة هتلاقيها عملت معاكي يعني خدت وقت وعكستك. ممكن حاجة تانية برضو تعملي بيها اسرع وهتديكي برضو نتيجة اسرع. هتجيبي دي برضو السجادة دي اهي. بصوا بقى مشط اهو. اي مشط عندك اهو. اهو بصوا المشط بيشيلها في ثواني اهي. بصوا اهو. بصوا طلعت معايا قد ايه اهو في ثواني اهو. وبعمل في اتجاه الشعر، بشوف اتجاه الشعر فين وبعمل فيه اهو. بصوا بيطلع معايا في ثواني. طبعا عندك لو مش اوسع عادي برضو وناعم مش صغير زي ده هيشيل معاكي في ثواني اهي. بصوا الفكرة سهلة جدا. عندك الفرشة او المشط بصوا تكوم قد ايه. طبعا انت عشان تيجي تلمي بايدك مثلا هتقعدي بقى كده كده، وممكن وانت بتلمي تروحي منتشه في السجاد. على فكره برضو ممكن تنفع في الهدوم الفكره دي، الهدوم الصوف في الشتاء يعني. تاني فكرة معانا وهي اللمامة دي. طبعا بيبقى عليها تراكم كده من الوبر والشعر والحاجات المقرفة. فعشان عايزين بقى هننضفها مع بعض بكل سهولة برضو اهي. هنفكها اهي. ممكن تعمليها وهي جوه بس لو فكتيها اسهل يعني اهي. هتجيبي تعملي ايه برضو فرشة شوكة الطعام قصدي اسفة، وهتبدأي تعملي كده وتشدي بيها اه. او ممكن برضو مش الفرشة لوحدها. بصي هتعملي عشان تسهلي تنظيفها بالفرشة، او ممكن تعمليها بالمقص بس اهو كده. يعني تجيبي المقص هتعملي كده. بصوا هيقطع معاكي اهو في ثانية. لو المقص ما طلعش كله بصوا شايفين بيطلع ايه اهو. وهتجيبي الفرشة بقى قصدي انا مش عارفة ليه معلقة معايا الفرشة. هتجيبي الشوكة اهو. بصوا بيطلع قد ايه اهو. اهو اهو. طلع كل التراكم بتاع الشعر والقرف اللي فيها اهو بالفرشة اهو. بصوا الفرشة بصوا الفرشة بتاعت اللمامة. بصوا نطفت ازاي اهي اهي بسهولة تنضف معاكي. شيلي اللي طلع وكملي اهي. ولا ترميها بقى ولا تقعدي تشدي بايديكي. وزي ما قلتلك لو في حاجة حسيتيها صعبة بالمقص قصقصي كده سهلي على نفسك اهو. المقص بيفك اي تكتل، بس خلي بالك لا تقصي اللي جوه. يعني انت تشدي تطلعي اللي بره وتقصي، تطلعي اللي بره وتقصي اهي. هو المقص هيسهل عليكي والفرشة هتشد على طول قصدي
الشوكة، معلش انا مش عارفة في ايه، فرشة الواحد صايم بقى الحاجة داخلة في بعضه معاه، شغل العيد بقى مع التنظيف اهي. بصوا بقى نصفت ازاي. طبعا لسه في تاني بس علشان وقت الفيديو انا حبيت اختصر يعني. هنيجي للفكرة التالتة. كلنا عندنا مراتب سوست او معظمنا اللي عنده طبعا عارف اكيد وشايف ان دي فيها فتحات تهوية من هنا كده في كل مرتبة علشان تطلع ضغط الهواء. طبعا الفتحات دي مش لضغط الهواء بس، في كمان في حاجة تانية محدش يعرفها، هو ان الفتحات دي علشان نطلع منها الاتربة اللي في المرتبة. هنعمل ايه؟ هنجيب المكنسة وهنشغل الشفط بتاعه وهنجيبها على الفتحة دي وهنبدأ نحطها هنا ونشغل الشفط ونسيبها تسحب فترة طويلة. وانت عشان تلاحظي الفرق وتشوفيها طلعت ولا لا، ابقي فضي كيس التراب من عندك من المكنسة وشوفي الفرق واللي هيطلع منها تراب ولا لا. دي طبعا عشان تراكم الاتربه اللي بتبقى فيها بتعمل كمكمه، بتعمل مع العرق كده بتعمل ريحه وحشه، فالاتربه دي لازم نتخلص منها عن طريق المكنسه هتشغليها هتشفط لك كل الاتربه كلها. رابع فكرة معانا النهاردة وهي تثبيت البرفان لأطول فترة ممكنة في الهدوم. هتجيبي هدومك بعد ما تغسليها وهتشوفي البرفان اللي انت بتحطيه بتاعك المخصوص او بتاع جوزك، وهتروحي حطاها جايبة مثلا حاطة مثلا بتحطي في الطرحة مثلا او كده اهي. هتجيبي البرفان هترشي مثلا عطرك المفضل اي حاجة بقى هترشيها علشان يثبت. هتجيبي المكوة وعلى درجة الحرارة المناسبة. كنت وريتكم انا في فيديو قبل كده ان ايه درجة الحرارة المناسبة لكل نوع قماش. يعني مثلا دي مقربة مثلا هي تقريبا هيبقى درجة الحرارة المناسبة ليها اللي هي الفايبر، لانها كلها خيوط كده مش هتنفع لا الحرير ولا الصوف. كل ده درجات حرارة يعني عالية، فانا هعملها مثلا على اقل درجة. وهعمل ايه بقى؟ وهبدأ امشي المكوة وهي سخنة كده عليها منها هكوي الهدوم وفي نفس الوقت هتخلي البرفان يتثبت. جربي الطريقة دي وهتعجبك، فهتمشيها في اي نوع هدوم بس ما تعمليش بالبخار. عايزه تعملي بالبخار اعملي، بس انا بقولك اكوي على الجاف عشان البرفان يثبت اكتر اهو. وظبطي المكوى على درجه الحراره المناسبه لنوع القماش اللي انت بتستخدميه في قمصان جوزك، في الطرح، في الهدوم، في اي حاجه. ممكن برضو تعمليها في الملايات، ممكن برضو تستعملوا الفكره دي في المعطرات على المفروشات او الستاير او اي حاجة يعني على الانتريه عندكم. هي سهلة وبسيطة وهتجيب نتيجة فعالة معاكم. خامس فكرة معانا وهي تنظيف الخشب بالذات اللي لونه غامق الاسمر. الخشب تنظيفه بيبقى صعب وبيغير لو باي مسحه او اي حاجة، فانت عشان تنضفيه بكل سهولة ومن غير ما يغير معاكي او يعمل تكستلات كده او تكتلات مكانه بالوايبس. اي نوع وايبس عندك حتى لو بتاع اطفال، وابدأي لمعي بيه الخشب كده اهو على الناشف. بس لو في تراب بس الاول يعني تكوني منضفه الخشب او الدولاب كويس، وابدأي لمعي بقى بيه بالوايبس واستني النتيجه. بجد النتيجه مبهره، هيديكي نتيجه احسن من اي مسحوق او اي نوع بتستخدميه. حتى في تلميع الازاز كمان استخدمي الوايبس هتلاقيه جايب نتيجه مبهره، بينظف يعني بجد. شكرا لمخترع الوايبس ده، بينظف بطريقه فظيعه. هتلاقي الخشب معاكي بيلمع وكأنه لسه جديد. سادس فكرة معانا وهي فكرة الباب عندنا كلنا مشكلة الباب اللي بيخبط في الخشب يجرحه او في الحيطة. طبعا المشكلة دي رخمة قوي وبتبقى باينة وبتبهدل الحاجة عندنا، فاحنا اكيد كلنا مش عايزينها. اول حل ان انتي ممكن تجيبي في حل ليه في الاسواق، ان انتي ممكن تجيبي الصدادة دي اهي. دي صدادة سيليكون بسعرها ممكن من 4 ل5 جنيه، هتلاقوها على حسب، وممكن اغلى وممكن ارخص. دي بصوا بتتلزق من الناحية دي هنا بتتلزق بتتفك وتتحط كده مكان الباب، فالباب يرد فيها كده فتلاقوها ايه ردت فيها. دي فكرة. اللي مش عايز يجيب في فكرة تانية ان انت هتجيبي لزق دبل فيس اللي هو ده. بصوا بيبقى عامل زي الفوم اهو. هتفكي الناحية اللي ناحية منه والناحية التانية هتسيبيها اللي هي زي دي كده اهي. دي ناحية
وانا بس كنت عاملاها بالمانيكير علشان بس يعني يدي لون، بس المانيكير مش نافعه فيها. انت ممكن لو عايزه يعني تداري الشكل ممكن تعملي بدبل فيس اسود وخلاص. هتحطيها هتلاقي الباب بصوا بيصد فيها اهو، بيصد فيها هي مش بيتجرح في الباب. دي فكره. او لو عندك فوم، الفوم بتاع الاعمال اليدويه والحاجات دي ممكن تحطيه فيه، منه رسومات اشكال جاهزه فراشات او حاجات، او ممكن انت تحطيها، ممكن انت بقى تحطي الشكل، ممكن انت تقطعي اشكال زي ما انت عايزه، او تجيبي اشكال جاهزه هتلاقيها بتتباع في المكتبات، اشكال فراشات وردات. او عايزه تحطي حته فومه مثلا نفس اللون وخلاص عشان تداري المنظر، هتمشي يعني تمام اوكي. مش يعني هتجيب نتيجه، مش هتقول لا. عندك كام حل طبعا دوت مكان التجريح اهو، ده شكله ده كده قبل ما توصل للفكرة دي. والحمد لله الفكرة دي جابت نتيجة، وتخرت الباب شوية، فالباب كان بيصد هنا. جربوها وان شاء الله هتعجبكم، مش مكلفة ولا فيها اي حاجة. سابع فكرة بقى، لو عندك كمية مونيكيرات كتير زي كده مثلا ما بتعمليش بيها حاجة، هتنشف بدل ما تبوظ. اي بقى حاجة عندك في الحيطة رتوش زي كده في خشب، في حيط، في باب، في اي حاجة، هتجيبي المونيكير اهو وتبدأي بقى ايه تعملي كده، تداري اللون اهو، بدل ما يبوظ عندك وينشف هيداريه وهيجيب نتيجة فعالة. طبعا ممكن برضو لو عندك بنس او توك من اللي هي الحديد تلونيه بيه وتغيري شكل التوكة لبنوتك وتفرحها بيه اهو، لان هو اصلا المانيكير ده برضو بوهية، فانتي تعملي بيه هيجيب نتيجة اهو. ممكن تديله وشين، يعني تدهني بمرة والمرة التانية تروحي دهنة بيها لما ينشف، لو لقيتيه يعني ما جابش نتيجة اهو. تامن فكرة معانا النهاردة وهو الكياس. كلنا طبعا عندنا اكياس كتير ملهاش عدد في البيت، سوبر ماركت، بقالة، السوق، اي حاجة، هدوم. فالكياس دي بتبقى عندنا كتير قوي ومش ليها مكان وعامله ازمه، وفي نفس الوقت تحسوها يعني نوعها كويس مستخسرين نرميها. فانا هقولك على فكره تخلصي بيها من الكياس دي وفي نفس الوقت هتستفادي منها. وهي ايه؟ طبعا كلنا عندنا شوزات، كوتشيات بنحتفظ بيها، فعايزين ان احنا مثلا يعني الحاجه دي لو احنا عاينينها ما تطبقش، فهنعمل ايه؟ هنجيب الكيس ده. دي فكره انا بعملها ومعتمداها وبجد والله مجربه، وجربوها هتشوفوا النتيجه. هتجيبي الكيس وتروحي مكوماه مثلا هنا اهو، عشان التاني ضيق مش عارفه استخدمه معاكم اهو، وتقعدي تحشري كده جوه مثلا الشوز، البوت، البلارينا، الكوتشي، اي حاجه اهي، وحاجتك انت وولادك برضه تقعدي تحشي فيها لحد ما تلاقي ايه، ان انت لما تضغطي على دي ان هو مش بنضغط. ليه بقى؟ علشان لو سبتيه ينضغط هتلاقي ممكن اي حاجه تتكسر فيه او تديله فرصه ان هو ايه ينكمش وينكسر. المهم هتملي مثلا هي فردة الهاف بوت دي كده اهي، هتمليها كلها كده، كلها من فوق لتحت كده اهي. بصوا بقى انا مليتها كده اهي، مفيش مكان يعني ايه تنضغط عليها. وطبعا انا مش عارفه اتمكن عشان انا بصور بالموبايل وماسكه ايه. هتمليها لحد الايه الاخر، انا بس يعني بوصل لكم الفكره كده. انت خلصتي من الكياس وفي نفس الوقت حافظتي على ايه، على جوده الحاجه بتاعتك، وفي نفس الوقت مش هتتكسر ولا اي حاجه. وخلي بالك انت بعد ما تعملي الحركه دي لازم تعيني الحاجه دي في مكان جيد التهويه، يعني ما تكونيش كاتمه عليها مثلا ماشيه وسايباها في البيت. لان حصل معايا في حاجه هوريها لكم دلوقتي، ان انا مشيت وسبت البيت فتره، فشنط الجلد والجزم الجلد وكل حاجه باظت. فلازم الحاجه دي تتحط في مكان جيد التهويه برضه، علشان لازم تاخد هوا عشان ما تتكسرش، لان لو قافله عليها وجيتي فتحتي هتلاقي كل حاجه اتهرت. فانتي لازم تعملي في الخطوه دي. انت طبعا لو عندك ورق ممكن تعملي بيه، بس انا بقولك احنا بنخلص من الكياس وفي نفس الوقت الكيس بقى ايه بينضغط معاكي وبيتحشر اكتر من الورقه بتاخدي كتير منها، هتلاقي ان الورق بيتحشي كتير. فالكياس دي هتبقى احسن بالنسبه لك، هتحافظ على الشوز وشكله واناقته وفي نفس الوقت خلصتي منها.
طبعا فكرة الأكياس دي هتتنفذ برضو على الشنط عادي، يعني مش شرط الشوزات بس، برضو الشنط انا بعملها في الشنط، بحطها علشان احافظ عليها، لان الجلد مثلا من الركنة ممكن يتكسر او كده، فانا بحط فيه الأكياس. ولو مش عايزة تحطي أكياس، انا ممكن تعملي حاجة تحطي فيه الهدوم، هدوم مثلا مركون، يعني انت مثلا ماشية ومسافرة او راكنة الشنطة دي في الشتاء مثلا، فانت تحطي فيها هدوم صيفي تركنيها فيها، او هدوم مش بتتلبس، هتساعد انها تفضل منفوخة ومحافظة على إيه رونقها كده وجمالها، هتفضل معاكي فترة. طبعا كده مش كده بس، برضو لازم تتحط في الهوا كمان. تاسع فكرة معانا، وهي مكملة للفكرة رقم 8 اللي انا قلتلكوا عليها. برضو كلنا طبعا عندنا ازاز زي دي كده ملهاش لازمة كتير في البيت، فهنتخلص منها برضو بطريقة يعني عملية، وفي نفس الوقت نستفاد منها. عندك الهاف بوت زي ده، طبعا انا حطيت من هنا اكياس اهو، علشان برضو زي ما قلت لكم الفكره اللي فاتت، ان عشان ما يتكسرش. وبالفعل بصوا ده والله كده بقاله اكتر من سنتين اهو، 3 سنين، بصوا ما تكسرش. بس اللي حصل حاجه غير متوقعه اللي انا قلتها لكم، ان انا كان مكتوم عليه ومقفول على الحاجه، فالحاجه قشرت. فانا هقول لكم برضو فكره عشان التقشير دي تعملي ايه عشان تتفاديها. المهم، فانت اي بوت عندك هتجيبيه كده اهو، هتروحي حاطه فيه الازازه من جوه من هنا اهي، هتدخلي بصي الازازه جوه هنا كده اهو، هتوقفيها في الهاف بوت. طبعا اهي اي هاف بوت عندك تقدري تعملي فيه الفكره دي، وعلى اي حجم ازازه دخليها. تمام اهي، بصوا الهاف بوت واقف ازاي. طبعا خلاص كده انت حافظتي عليه ان هو يتقشر او يجراله اي حاجه. بصوا كده واقف اهو، محافظه عليه. طبعا هتعملي الفكره دي وهتحطيه في مكان بقى جيد التهويه، مش مثلا جوه جزامه او جوه دولاب، لا لازم يتحط في مكان ويكون متهوي علشان تتجنبي التقشير واللي بيحصل ده والتكسير ده. اي بوت عندك بقى باي حجم، الازاز كتير طبعا، البيبسي والاتنين لتر والحاجات دي طبعا هو البوت ده كان يعني بيبقى عليا على طول على قد رجلي، فهي دي الازازه الوحيده اللي دخلت فيه اهي. طبقيها وان شاء الله هتعجبك وهتستفادي منها. هنا هتحطي الكيس وهنا هتحطي الازازه، وكده خلصنا من الازاز والكيس اللي عندنا واستفدنا منهم في حاجه مفيده اهو. وهتوقفي مثلا الهاف بوت كده جنب بعض الفردتين، هتحطيهم وهتستفادي منها وما رميتيهاش وحافظتي على الهاف بوت بتاعك. طبعا شفتوا التقشير ده، انا هعمل لكم فيديو تاني بقى مخصوص اقول لكم تتجنبوا التقشير ده ازاي. عاشر فكرة معانا، وهي انك لازم 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 تحطي لي لايك وتشتركي في القناة لو مش مشتركة فيها، عشان توصلك كل نصايحي وفيديوهاتي، علشان هتخسري كتير لو ما عملتيش كده. طبعا انا بهزر، براحتكم، اللي عايز يشترك يشترك واللي مش عايز براحته. المهم انا هنا وصلت لنهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو مش تنسيني باللايك والاشتراك في القناه لو اول مره تشوفيني، وفعلي زرار الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. واي استفسار انا تحت امركم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.